السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. متابعنا الكريم الأستاذ شريف الجندي كتب كومنت مهم جدا، بيعلق فيه على بعض السلبيات اللي شايفها من وجهة نظره إنها آه، يعني حاجة ما تخليش حد يقتني عربية كهرباء في الفترة دي خالص. اسمحوا لنا إن احنا نقسم الكومنت ده لأجزاء، لأن هو يعني بيعد فيه أولا وثانيا وثالثا وهكذا. فاحنا هنتكلم في الجزء بتاعنا النهاردة عن أول جزء بيتكلم فيه اللي هو نسبة الأمان. بيتكلم على نسبة الأمان دي ضئيلة وضعيفة جدا في العربيات الكهرباء، نظرا لأن البطارية موجودة تحت الركاب، واحتمال ارتفاع درجة حرارتها عالية، واحتمال احتمالات ليست صغيرة بانفجارها، ولا توجد أي فرصة لنجاة الركاب. الكلام تقيل قوي وكبير. طيب خلينا نرد على الكلام ده بمقالات علمية، ونرد عليه بإحصائيات رسمية. وده مش كلامنا احنا، ده كلام على مستوى العالم. اولا خلينا نتكلم ان بلاجن امريكا، وده موقع شهير جدا موجود في امريكا، ونشر مقال، نشر بيان لانستيتيوت اوف هاي واي سيفتي. ده يعني مركز معتمد لسلامة السيارات في أمريكا. بيقول إن العربيات الكهرباء هي الأكثر أمانا في العربيات اللي موجودة كلها على وجه الأرض، لأنها بتمر باختبارات كبيرة جدا وعنيفة جدا للبطاريات، سواء للشحن الزائد أو الحرارة أو المياه أو الأتربة أو الرطوبة أو الحريق أو التصادم. وبرضو قال حاجة مهمة قوي، ان في المقال ده او في البيان اللي هو اصدره الاي اتش اس، قالوا ان هم السيارات الكهربائية اكثر امانا بمعدل 60 مرة، يعني حددوها اكثر من عربيات الاحتراق الداخلي. وقالوا طبعا ان ده يرجع لسبب، برضو الاسباب اللي احنا قلنا عليها، وان كمان البطارية دي بطارية مصفحة وموجوده في اسفل السياره، وبالتالي هي يعني حتى لو حصل فيها حاجه فهي ما بتاذيش، لان التصفيح ده بيحمي الناس اللي موجوده جوه العربيه من اي حاجه موجوده. وفي نفس الوقت العربيات الكهرباء ما بتنفجرش، البطاريات دي ما بتنفجرش نهائي خالص، وهي بتشتعل فقط. اي نعم في صعوبه في اطفاء اشتعالها، ولكن هي بتشتعل ولا تنفجر. العربيات البنزين هي اللي بتنفجر، ودي نقطة أو حاجة مهمة جدا. وبرضو في انسايد اي في في امريكا طلع بيان مهم قوي، وقال ان العربيات طبق القياسات اللي عملوها، قالوا في كل 100 ألف عربية بيتم حريق على مستوى العربيات الكهرباء بيتحرق 25.1. في العربيات الهايبرد بيتحرق 3474 عربية. وفي الاي سي اي اللي هي سيارات احتراق الداخلي بيتحرق 1529 عربيه. وبالتالي طبقا للارقام دي، يبقى احنا بنلاقي ان العربيات الهايبرد اكتر عربيات 3400 وشويه بتتحرق او بتتعرض لمشاكل الحريق. والاي سي اي اللي هي عربيات البنزين اكثر امانا منها شويه، يعني 1529. والعربيات الكهرباء بتتحرق او بتتعرض لحوادث الحريق 25 عربيه. فبالتالي هي الاكثر امانا. ودي اول نقطه ردينا عليها. انتظرونا في الجزء الثاني. سلام.